الصلاة نور، الصدقة برهان، وأن العبد الذي يترك الصلاة يحشر يوم القيامة مع 4. انتبهوا يا إخوان، والله هذا خطير جدا. إلى كل إنسان تهاون في صلاته انتبه، والله سيأتي يوم يحملك الناس على أكتافهم، وكل ما تراه سيذهب من أمام عينك، فانتبه الله يرضى عليك. يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي ابن خلف. طيب ما ذنب هؤلاء؟ فرعون أشغله السلطان والجاه والمنصب، هامان أشغلته الوظيفة، ترك الصلاة من أجل أن يتزلف لرئيسه ولا مديره وإلى آخره، وقارون أشغله المال. طب أبي ما الذي أشغله؟ تعرفون ولا ما تعرفون؟ أبي هو الوحيد الذي قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الناس من قتل نبيا أو قتله نبي، من أمته كلها لم يقتل إلا هذا. فمن سوء منقلبه أن هذا تارك الصلاة سيحشر مع هؤلاء 4. أسألك بالله، أيسرك أن تحشر مع هؤلاء؟ أو يسرك أن تأتي آمنا يوم القيامة لأنك ربطت الحبل الذي بينك وبين الله وما تخلفت عن الصلاة لحظة، وقلت يا رب أنا عبدك وهذه صلة بيني وبينك فاجتهدت وحرصت عليها؟ فاحذر من ترك الصلاة، احذروا يا إخوة. أسأل الله يا رب أنك تفتح على قلب كل شاب أو شابة أو إنسان تخلف عن الصلاة أو ضيعها، يا رب يا رب يا رب. صلى الله وسلم على نبينا محمد.